الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة يستوصفكم واعتدلوا في فرض السبع ركعتين واستقبلوا قبلته ومن يطعنا واصبر بين أزمتك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم الله أكبر سمع الله لمن حمده رب الحمد من السماوات ومن الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله
نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari bulan suci Ramadan. Hampir semua kitabullah diturunkan pada bulan ini, bulan Ramadan. Begitu pula Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, lalu diturunkan berangsur-angsur menurut kejadian dalam masa kurang lebih 23 tahun. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima suhuf kitab suci pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Daud alaihissalam menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Musa alaihissalam menerima Taurat pada hari ke-6 Ramadan. Isa alaihissalam menerima Injil pada hari ke-12 atau ke-13 Ramadan. Dari sini dapat diketahui adanya hubungan yang erat antara kitab-kitab Allah dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita membaca Al-Quran sebanyak mungkin pada bulan ini. Demikianlah kebiasaan para wali Allah. Jibril alaihissalam pun membacakan seluruh Al-Quran kepada Nabi SAW pada bulan suci Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahawa Nabi yang membaca sedangkan Jibril yang mendengar. Dengan menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, para ulama menyatakan bahawa mustahab, sangat dianjurkan membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Seseorang membaca, yang lain mendengar. Bacalah Al-Quran kapan saja jika ada kesempatan, dan waktu yang lain jangan disia-siakan. Di akhir hadis di atas, Rasulullah SAW menganjurkan 4 hal yang kita mengamalkannya sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, yaitu membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu beristighfar astagfirullah, memohon dimasukkan ke dalam surga, as'aluka ridhaka wal jannah, dan berlindung dari jahannam, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan demikian, kapan saja ada waktu luang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan untuk beramal. Apa sulitnya kita membiasakan lidah kita dengan bersalawat atau mengucapkan 4 kalimat tersebut. Kata-kata itu kelak akan senantiasa dalam lisan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan dan adab bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Oleh sebab itu, walaupun mengalami kesulitan berpuasa, hadapilah dengan riang dan sabar. Jangan berkeluh kesah seperti perilaku orang-orang ketika bulan Ramadan justru jatuh pada musim panas. Demikian juga jika tertinggal sahur, tetaplah berpuasa setelah subuh, dan jika merasa letih saat tarawih, bersabarlah dengan penuh kegembiraan. Jangan menganggapnya sebagai suatu musibah, karena hal itu akan mengurangi pahala. Jika untuk mendapatkan keduniaan saja kita sanggup menahan lapar dan haus, mengapa kita tidak mampu menahan sedikit kesusahan untuk mencari ridha Allah? Selanjutnya beliau bersabda bahwasanya inilah bulan kasih sayang, yaitu meningkatkan bantuan kepada fakir miskin. Jika ada 10 makanan yang disediakan untuk berbuka, kita sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari makanan itu diserahkan atau disisihkan untuk fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari yang kita makan, paling tidak kita berikan yang sama dengan yang kita makan. Berapapun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan bersahur untuk diberikan kepada fakir miskin. Dalam setiap urusan, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan contoh nyata bagi kita. Keteladanan amal soleh mereka telah terbuka untuk kita ikuti. Terdapat ratusan bahkan ribuan peristiwa pada diri mereka yang dapat membuat kita kagum. Lihatlah salah satu contohnya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Jaham radhiyallahu anhu. Ketika berlangsung perang Yarmuk, ia berkata, aku pergi mencari saudara sepupuku dengan membawa kantung kulit berisi air untuk minum dan untuk mengobati lukanya jika ia masih hidup. Aku menjumpainya sedang terkapar. Aku bertanya apakah ia memerlukan air. Ia memberikan isyarat mengiyakan. Kebetulan ketika itu terdengar rintihan seseorang dari arah dekatnya.
Ia menunjuk ke arah tersebut dan menyuruhku agar memberikan kantung itu kepadanya. Aku pun mendatangi orang itu. Ketika aku mendatangi orang itu, terdengar lagi rintihan dari arah lain. Orang itu pun mengisyaratkan dengan tangannya kepada orang ketiga agar aku memberikan minum kepadanya terlebih dahulu. Aku mendatangi orang ketiga, tetapi begitu aku sampai kepadanya, nyawanya telah tiada. Aku pun kembali kepada orang kedua. Ternyata ketika aku sampai, dia pun telah meninggal dunia. Lalu aku kembali kepada sepupuku. Ternyata ia pun juga telah meninggal dunia. Demikianlah sifat isar para pendahulu kita. Mereka merelakan air minum mereka untuk orang lain ketika mereka sendiri sedang sangat membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan memberikan kita kemampuan agar dapat mengikuti langkah-langkah mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim mu'adim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه